السلام عليكم. منذ تنصيب الناخب المغربي الجديد محمد وهبي، والكل يتساءل عن اللائحة الأولية المرتقبة للفريق المغربي الأول بعد رحيل الركراكي. والسؤال المتداول: هل سيستدعي وهبي لاعبي البطولة الوطنية أو من الجيل الذي فاز بكأس العالم للشباب، أم يحتفظ بجيل نهائي الكان، أم ستكون التشكيلة الأساسية من هنا وهناك؟ المحللون الرياضيون يسلطون الضوء على ذلك. لنتابع هذا التحليل الموضوعي من بدر الدين الإدريسي. احنا ننطلقوا ونديروا نفسنا حنا هما وهبي. نعم. جيت خديت المسؤوليه من عند وليد الركراكي تماما. لادرب من ادرب منتخب مغربي. هذا المنتخب المغربي يا سيدي الكريم نعم. خرج من واحد المسابقه قاريه واستحقاق قاري، خرج منه يعني المؤاخذه اللي كانت عليه هو انه ما خداش اللقب. اذا هو منتخب جاء حتى المباراه النهائيه ما حالفوش الحظ وما تزوجش باللقب الافريقي. ثم ايضا هو منتخب عنده بعد 3 أشهر من الان عنده استحقاق عالمي. نعم. عنده كاس عالم يجب ان يلعبها. فبالتالي هل كان هناك ما يدعو في نتائج وحصيله الفريق الوطني الى ان نعيد البناء؟ ابدا. ليش غنعاودوا البناء؟ احنا عندنا واحد الفريق، وراه قالها وليد، قال لهم انا غنمشي ومخلي واحد فريق اللي حقا نشتغل عليه. وهنا لابد ان نعطي لقيصر ما لقيصر، لان هاد اللاعبين الشباب اللي كيديروا دابا الوساطير ديال ليكيب ناسيونال راه وليد اللي جابهم. يعني كنتكلم على الزلزولي، كنتكلم على الياس بن الصغير، كنتكلم على ابراهيم دياز، كنتكلم ايضا على شمس الدين الطالبي، كنتكلم على ايضا واحد امين عدلي، نائل العلاوي. نعم. عدد كثير. اذا الوساطير هي موجوده. فبالتالي علاش غنمشي ندير انا ثوره باش نقول اعاده البناء؟ الفريق الوطني ليس في مرحله اعاده البناء، الفريق الوطني في مرحله التراكم، البناء على ما تحقق. صحيح، فالفريق الوطني المغربي قوي من أصله ويضم لاعبين محترفين يشكلون ركائز أي منتخب، ولكن هناك أخبار أخرى تتحدث عن استبعاد بعض اللاعبين إما بداعي الإصابة أو لأسباب فنية يراها الإطار الوطني محمد وهبي ضرورية من أجل تغيير اللائحة التي كان يعتمدها المدرب السابق وليد الركراكي. إذن ستكون هناك تغييرات كبيرة أم خفيفة؟ سوف نرى ذلك، خصوصا مع اقتراب المباراة الودية ضد الإكواتور يوم 27 من هذا الشهر. فطبيعي أن يسعى وهبي إلى ترك بصمته الخاصة، ولذلك غالبا ما ستكون هناك تغييرات ميدانية وتكتيكية يراها المدرب إيجابية وفي صالح تطور الكرة المغربية. فحظا سعيدا للجميع وإلى اللقاء. لا تنسى الضغط على زر لايك والاشتراك في القناة، ولكم مني أجمل التحيات.